احنا البارح كنا في المجلس الوزاري مع سيدنا الله ينصرو، وسيدنا الله ينصرو عطى التعليمات ديالو باش العالم القروي، العالم ديال يعني المناطق الجبليه، المناطق اللي فيها اللي هي فلاحيه يكون عليها واحد الدعم اللي هو مهم كبير. انا يمكن نقول لكم بانه من اكبر يعني البرامج اللي عرفتها المملكه يمكن في التاريخ ديال المملكه في هذا الشيء ديال اللي كتكون قله هطولات الامطار. العام اللي فات كنا عملنا تقريبا واحد 3 المليار ولا 3.5 ولا 4 ديال الدعم، وكانت الشيء الاخر يعني عمل مع الابناك باش يقدروا يواكبوا الناس. اليوم كاين تقريبا 10 المليار ولا 9 المليار 10 المليار ديال الدرهم اللي كلها دعم. فين غتمشي؟ غتمشي 5 المليار للعلف، غتمشي للعلف وغادي تمس يعني اللحوم الحمراء، وغادي تمس كذلك اللحوم الحمراء البيضاء، غادي تمشي 5 المليار لانه في المناطق اللي هي في حاجه الى العلف. ثانيا نتمنى على الله انه الخير يكون في المستقبل ان شاء الله، وتكون الشتاء باش يمكن لنا نتجنبوا كاع هذا الشيء كله، ولكن هي الحمد لله سيدنا عطى عليها التعليمات ديالو. التعليمات الثانيه كتهم يعني 4 المليار. هذا 4 المليار فين غادي يمشيو؟ دابا كتعرفوا بانه واحد العدد ديال يعني الناس اللي كيشتغلوا في الفلاحه كيعرفوا الثمن ديال لوغي طلع، الثمن ديال واحد العدد ديال لي فيرتيليزون ديال لي زونغري وداك الشيء كله طلع، بدا كيهبط دابا شويه نوعا ما، بدا كيهبط الحمد لله، ولكن باش يكون واحد التوازن ولا البذور. دابا حتى مطيشه الا غادي تشري ما كتجيش وكتنبت بوحدها، خصك دير ليها البذور، خصك دير ليها هاد الماتيير بروميير كلها اللي كتجي من الخارج كلها يعني خدات واحد الاثمنه تصاعديه اللي هي كبيره، اللي غادي تاثر على الانفلاسيون. هادشي كله بغيناه للمواطن. اذا 4 المليار ديال الدرهم غادي تمشي باش ندعموا هاد المنتوجات بلي توصل قبل ما تدخل الانتاج ديال الفلاحه، باش الثمن يبقى في واحد المستوى اللي هو جيد بالنسبه للمواطن.